الخير جميعا. أمس صليت المغرب بالمصلى اللي هنا قدام يسار، هذا طبعا مستشفى الملك سعود الدار الثاني، معروف مصلى. صليت في يسار موقف جميل جدا ما بين السوداني والمصري، صراحة انذهلت يعني، رفع لهم القبعة كذا الاثنين. هذا مصلى دخلت أنا أمس صلاة المغرب، كانوا توهم مسلم الإمام قايمين يا جماعة يعني يطلعون، فدخلت لقيت سوداني تلفت عليه ثوب يعني يمكن نوعا ما رث شوي، يتلفت يبي أحد يصلي معه، فأنا على طول دخلت وبادرت أقمت صلاة. فقلت له تقدم، لا تقدم أنت، المهم خليته يتقدم. جاء دكتور مصري صف معنا، صار قدام هنا السوداني، سجادة حمراء أذكرها هذه. أثناء الصلاة ما شاء الله غدا حولي صفين، السوداني تفاجأنا بصوته جميل جدا جدا بالقراءة ما شاء الله، صلاة يعني هادية، صلاته جميلة جدا. المهم بعد انتهاء الصلاة التفت السوداني كان هنا، التفت أنا كنت هنا وجنبي مصري، في كذا طبيب من لبسهم يعني وهيئتهم سعوديين عليهم ثياب وشنو، المهم في كذا واحد من ضمنهم عمال نظافة. فقال السوداني يوم التفت ناظرا وابتسم، ابتسمت له كذا، فقال كلمة، قال الحمد لله الذي عزنا بهذا الدين أن جعل من رويعية غنم يؤم الأطباء والمواطنين. شوف كلمته. رد عليها الدكتور المصري رد أجمل منه، قال لا تستهين بمهنة الرعي، فقد سمعنا عن أنبياء كانوا رعاة ولم نسمع عن أنبياء كانوا أطباء. صراحة موقف عظيم للسوداني والمصري.